السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة فيسيرا كويزين. بمناسبة المولد النبوي الشريف راح نقدم لكم وصفة الرشة الجزائرية الأصلية، طبق يجمع بين التقاليد العريقة والنكهات الغنية التي تعكس روح التراث الجزائري. تابعوا معي الخطوات خطوة بخطوة باه نتعرفوا على طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير نحتاج كيلو رشة، دجاج أو لحم اختياري، 2 حبات بصل متوسطة مرحية، حبة خردل ربيتها، حمص أنا كان طيبته من قبل. بالنسبة للتوابل مغرفة صغيرة ملح، فلفل أبيض، عود قرفة، راس الحانوت. بالنسبة للخضار الوصفة الأصلية تجيب الخردل فقط وأنا زدت معها جريوات. بالنسبة لطريقة التحضير أول حاجة نبدأ بها نفوروا الرشة في قصعة، نفرغوا الرشة، نديروا لها قليل من الزيت باه نفتحوها مليح، نفتحوها بشويه باه ما نكسروهاش. من بعد ندهنوا الكسكاس تاعنا بشويه زيت ونحطوا فيها الرشة تتفور التفويره الاولى، نفوروها حوالي 15 الى 20 دقيقه حتى يطلع البخار من فوق باه نحيها. من جهه اخرى نروحوا نحضروا مع بعض المرق. في كوكوطه نديروا شويه زيت مع ملعقه زبده، نسخنوهم جيدا ونزيدوا عليهم الدجاج، نخليه يتقلى مليح حتى الدجاج تاعنا يدي اللون الذهبي. الان في هذه المرحله نضيفوا عليه البصل وحبه اللفت المرابيه، والآن نضيف التوابل: ملح، فلفل أبيض، راس الحانوت وعود قرفة. بالنسبة للوصفة الأصلية ما فيهاش راس الحانوت لكن أنا نديره يعطيها ذوق رائع. الآن نخلطوا المكونات مع بعض جيدا ونخلوها تتقلى مليح مع بعض. درك بعد ما تقلات المكونات نتاعنا مليح نمرقوها بماء ساخن حتى يتغطى الدجاج، نفرمي على الكوكوطة ونخلي الدجاج يطيب مدة 15 دقيقة. هنا بعد ما طاب الدجاج نتاعنا نحيوه ونديروا له شويه زبده ونحمروه في الفرن. من بعد ما نحينا الدجاج نتاعنا من المرق في هذه المرحله نحطوا الخردل يطيب في المرق. الان نرجعوا للرشته تاعنا بعد ما تفورت التفويره الاولى، نديروا لها شويه زيت ونرشوها بالماء. هنا بالنسبه للماء كيلو رشته يدينا تقريبا من كاس الى كاس ونص ماء على حسب نوعيه الرشته. في المرحله ايضا لازم نديروا لها الملح، انا الملح كنت درته في الماء باه يذوب لي. وفي هذه المرحله ايضا نحاولوا نفتحوها مليح الرشته نتاعنا بيدينا باه تتفكك وتشرب الماء، وما نكثرولهاش الماء باه ما تتعجنش. هنا نخليوها تنشف مليح من الماء اللي فيها، نغطيوها باه نفورها التفويره الثانيه. بالنسبه للجريوات راح نفورها مش راح نطيبها في المرق باه الرشته تحافظ على ذوقها الاصلي وما يتبدلش. هنا الجريوات كنت درت لها ملح وفلفل اسود ونديروها في كسكاس تتفور، وكي طيب ندير لها من لاصوص نتاع الرشته باه تدي البنه. درك نرجعوا للمرق نتاعنا بعد ما طاب مليح وثاني الخردل طاب لنا مليح. الان بعد ما الرشته تاعنا نشفت مليح من الماء اللي فيها نحطوها تتفور تفويره ثانيه مده 15 دقيقه. والان بعد ما تفورت الرشته نتاعنا تفويره الثانيه في هذه المرحله ما نديرولهاش الماء، درك نديروا لها المرق نتاع الرشته باه يعطيها ذوق مليح احسن من الماء. هنا ثاني نحاولوا نفتحوها مليح باه ما تكونش لاصقه في بعضها ونخلوها تتشرب لاصوص نتاعها. الان في هذه المرحله بعد ما نشوفوا الرشته نتاعنا تشربت لاصوص نحطوها تفور التفويره الثالثه والاخيره من 10 دقائق الى 15 دقيقه حتى نشوفوها ولات طريه وماهيش ناشفه. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما طابت الجريوات نتاعنا وتفورت درت لها من لاصوص نتاع الرشته هي والحمص باه تدخلهم البنه نتاع لاصوص. وهنا كما راكم تشوفوا الرشته نتاعنا فارت التفويره الثالثه والاخيره، درك نديروا لها ملعقه زبده ونرشوها بشويه ما زهر اللي راح يعطيها طعم رائع. وهنا نزيدوا نديروا لها من لاصوص نتاع الرشته باش تتشربها مليح. وهكذا كانت طريقة تحضير الرشة الجزائرية التقليدية بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو وتكون الوصفة نالت إعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. شكرا على المتابعة، نلتقي في وصفة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.